هاي ما حد يقدر يشوفها إلا إذا كان ابن حلال. إذا ابن حرام حشاك حشا قدرك وحشا الحاضرين ما يقدر يشوفها. ولك ابو حنش حضر روحك، عندنا خوش شغله وبيها كم فلس زينات. والله يا ريت يا ابو شوقي لان حتى فلوس صغير ما عندي قسم بذات الله. اليوم نروح انا وياك المكتب النائب، هذا النائب اللي هسه توه فاز جديد عن منطقتنا. ايه عارفه شبيك. ولك هذا حجي خرخر فلوس واحنا لازم نستفاد منه. شنو تريدنا نروح نطلب منه كم فلس؟ لا يا بلا شنو نطلب منه معود، هم ذولا شي يطلع منهم غير البطانيات، وهسه صيف والدنيا حارة تكتب. اي والله. شوف احنا نختار لنا يوم يكون يمه ناس هواي بالمكتب حتى نحرجه وما يقدر يقول لنا لا. شلون يعني ما فهمت؟ قوم مشينا بالطريق هسه اشرح لك الفكرة وراح كلش تعجبك. ابو حنش بس شيلها على كيفك يا معود، دير بالك عليها، ترى هاي كنز ما تنوصف. ادري ابو شوقي ادري، على كيفي. استاذ احنا بمناسبة فوزك عن منطقتنا وتمثيلك ان بالبرلمان جبنا لك هدية ماكو منها بالعالم كله. هاي الزولية وارثينها من اجدادنا الله يرحمهم برحمته الواسعة، وقلنا لازم نهديها إلك، ما بها مجال. والله كلام ابو شوقي صحيح. بس هاي الزولية استاذنا بيها سر كلش مهم، هاي ما حد يقدر يشوفها الا اذا كان ابن حلال. اذا ابن حرام حشاك حشا قدرك وحشا الحاضرين ما يقدر يشوفها، بس ابن الحلال يشوفها. اي ما شاء الله ما شاء الله، كلش حلوة هاي الزولية. مو شباب؟ اي سيدي ما شاء الله كلش حلوة الزولية. شباب انتو لا بتشوك فلوس الزولية لان يستاهل.